القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات في المادة 1 إطار التعاقد بين الجهة وبين الدولة العمالة والإقليم، فكيمارس لنا الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصاد المحلي وإنعاش مبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعات. السلام عليكم أحبتي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست دردشة. في هذه الحلقة هذه غادي نكمل الهضرة ديالي على اختصاصات الجماعات الترابية، ولكن غادي نسلط الضوء على الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي. وإلا أنت كطالب باحث مهتم بتدبير الشأن العام الترابي، أو لك مواطن مهتم بتدبير الشأن العام الترابي وأول مرة كتشوفني عبر بودكاست دردشة، ما تنساش تشترك في القناة فضلا وليس أمرا. معكم ياسين الأزعر، وهذه حلقة جديدة من بودكاست دردشة. بداية الحديث ديالي على الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي غادي تكون انطلاقا من مجلس الجهة. كيفاش كيمارس هذا المجلس الاختصاصات المشتركة ديالو مع الدولة، وشنو هي هذه الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي؟ بحيث أن القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات في المادة 91 نظم لنا الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي، ويمكن لنا نذكر هذه الاختصاصات كما يلي. أولا، تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية تنافسيتها. ثانيا، التنمية المستدامة. ثالثا، التشغيل. رابعا، إحداث أقطاب فلاحية. خامسا، إنعاش السياحة. وسادسا وأخيرا، الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية. إذن هذه هي الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي اللي اعطاها المشرع للجهة من أجل تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، باش تنظم لنا الاقتصاد على مستوى تراب الجهة ويكون التدخل ديالها فعال انطلاقا من هذه الاختصاصات المشتركة. كما أن ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات المشتركة مع الدولة كتكون في إطار تعاقدي، أي في إطار التعاقد بين الجهة وبين الدولة، وهذا الأمر هذا نظمته لنا المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات. إذا كانت هذه هي الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي بالنسبة لمجلس الجهة. بالنسبة لمجلس العمالة والإقليم، فكيمارس لنا الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي من خلال ما نصت عليه المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، اللي اعطاها اختصاص واحد اللي هو تنمية المناطق الجبلية والواحات. فهذا الاختصاص كي كنشوفوا ما كنلقاوش هو اختصاص ذات طابع اقتصادي 100%، ولكن تبعاته عندما يقوم مجلس العمالة أو الإقليم بتنمية المناطق الجبلية والواحات، فهو بشكل تلقائي يساهم في دعم السياحة، في تعزيز جاذبية المناطق الجبلية والواحات من أجل جلب السياح وتشجيع المجال والقطاع السياحي اللي يدر دخل على الساكنة المحلية. إذن هذا الاختصاص يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، فهو ذو طابع اقتصادي، رغم أن مجلس العمالة أو الإقليم تناط له مهمة تحقيق التنمية الاجتماعية. وبالتالي فإن المشرع عندما منحه تنمية المناطق الجبلية والواحات فهو بشكل تلقائي يمنحه الآلية القانونية من أجل تشجيع المجال السياحي، ومن أجل الرفع من الزوار ديال المناطق الجبلية والواحات اللي من خلالها كتم إدخال أموال بالنسبة لتلك الساكنة القروية اللي
كتساهم أيضا في ترويج الاقتصاد عبر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية ولو صغيرة، في إطار مثلا البقالة، في إطار الفنادق، في إطار مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي. إذا كان هذا هو الاختصاص الوحيد اللي تعطى المجلس العمالة والإقليم في إطار الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي. كما أن مجلس العمالة والإقليم يمارس الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي في إطار تعاقدي، وهو ما نصت عليه المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 112/14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. بالنسبة لمجلس الجماعة فيمارس اختصاصاته المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي من خلال ما نصت عليه المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات، بحيث عطاها جوج ديال الاختصاصات اللي كتدخل لنا في المجال الاقتصادي. كنلقاو هاد الاختصاصات: تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش التشغيل، وأيضا القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات. فهاد جوج ديال الاختصاصات رغم قلتها، جوج ديال الاختصاصات في إطار الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي هي قليلة جدا، لكن عندها واحد الأهمية كبيرة. كما كنشوفوا المنحى ديالها يصب في تشجيع التشغيل وفي تشجيع المقاولات وفي تشجيع الاستثمار الخاص. هذا الأمر اللي كيسمح للجماعة أنها تحقق لنا التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال هذه الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي، واللي كنشوفوا أنه الجماعة عندها واحد دور كبير في إنعاش الاقتصاد عبر هذه الاختصاصات المشتركة إن هي قامت بممارسة هذه الاختصاصات. والجماعة كتمارس هذه الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي بشكل تعاقدي من خلال ما نصت عليه المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 113/14. كانت هذه هي الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي بالنسبة لمجلس الجهة، وبالنسبة لمجلس العمالة أو الإقليم، وبالنسبة لمجلس الجماعة. فالملاحظ هنا عندنا ملاحظات حول هذه الاختصاصات: أن الجهة هي التي تتصدر الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي، حيث أن المشرع أعطاها عدة اختصاصات لأن هي المكلفة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. على مستوى مجلس العمالة والإقليم أيضا أعطاها اختصاص يدخل في نطاق الاختصاصات الاجتماعية، لكن يمارس عبر أنشطة اقتصادية، وممكن أنه يحقق لنا فعلا التنمية الاقتصادية ولو بشكل ضئيل. أما بالنسبة لمجلس الجماعة فأعطاها اختصاصين، ولكن اختصاصات مهمة كتصب كاملة في دعم التشغيل وأيضا دعم الاستثمارات الخاصة، وهي اختصاصات جد مهمة. ممكن تحول لك جماعة من جماعة فقيرة إلى جماعة عندها واحد الرواج اقتصادي كبير، وبالتالي فهنا المشرع وضع الجهة وبوأها مركز الصدارة على مستوى الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي. وكملاحظة أخرى أن هذه الاختصاصات المشتركة مع الدولة في المجال الاقتصادي تمارس بشكل تعاقدي طبقا لما نصت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وأيضا تمارس انطلاقا من ماذا؟ إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعات الترابية. وهنا كيتبادر لنا واحد السؤال: واش إلى الدولة ما قامت بالمبادرة
باش تقوم بممارسة واحد الاختصاص مشترك مع جماعة ترابية معينة في المجال الاقتصادي، واش عندها القابلية أنها توافق على طلب الجماعات الترابية لممارسة هذه الاختصاصات المشتركة في المجال الاقتصادي وحتى في مجالات أخرى. سؤال جد مهم وكيبقى سؤال مفتوح ومتروك للنقاش انطلاقا من معرفة وخبرة كل شخص يتابع هذا الفيديو. أحبتي الكرام، وصلنا للنهاية ديال هذه الحلقة. ما تنساوش تعليقاتكم والاشتراك في القناة باش نحاولوا نقدموا الأفضل، إنه بالدعم ديالكم نحن مستمرون في تقديم العلم والمعرفة في مجال التدبير الترابي. إلى اللقاء أحبتي الكرام.